ميزانية البيت وازاي نقدر نخطط لها صح، وكذا عامل كده بإذن الله إن شاء الله هنتفق عليهم النهاردة لإدارة ميزانية بيت سليمة مع أسرة سليمة وسوية وأطفال سوية بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعيني المحترمين، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام الفضيلة الجميلة اللي هل علينا رجب إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا ينولكم يا رب الأيام الفضيلة على خير، رجب وشعبان ورمضان، وتقبل منكم فيهم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا حبايبي، إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الميزانية بس من منظور تاني خالص، مش منظور بقى قرش وقرشين وحوشت 10 جنيه وحوشت 5 جنيه والكلام ده، لا. أنا عاوزة أتكلم معاكم عن الميزانية من الناحية النفسية. يعني إيه من الناحية النفسية؟ هقول لكم صلوا على النبي الأول عليه الصلاة والسلام، وحطوا لي لايك جميل كده أهو، يرفع الفيديو وتدل على خيرك فاعله إن شاء الله بإذن الله. إحنا هنتكلم عن الميزانية من منظور إيه؟ من منظور النفسي. يعني إيه المنظور النفسي؟ يعني إحنا دلوقتي حاطين في دماغنا، يعني كلنا كده في دماغنا أما بنيجي نقبض الفلوس بتاعتنا بنبقى فرحانين، واول ما نقبضها نزعل. ليه؟ لان احنا بنقبض الفلوس ونبقى فرحانين قوي، واجي بقى اول ما الفلوس تيجي في ايديا وكل المتطلبات اللي انا عاوزه اعملها واحققها تيجي في دماغي بزعل. ليه؟ لاني بلاقي او كما يخيل لي ان الداخل اكتر من الخارج، يعني الفلوس اللي جايه لي اكتر من الفلوس اللي انا هخرجها. لا، احنا مش عايزين نعمل كده يا جماعه. احنا عايزين نطلع الفكره دي من دماغنا. ليه؟ أول حاجة نعملها وهو الحمد والرضا. يعني إحنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونرضى برزقنا اللي جاي لنا. أنا راضية على رزقي اللي جاي لي، رزقي اللي جاي لي ده جميل وإن شاء الله يكفي ويوفي، وهعمل منه كل حاجة. تمام؟ ليه؟ عشان النفسية، المخ بيبعت إشارات للجسم إن هو يبقى ساخط أو راضي. ما هو ده كله مخزن في مخنا، مشاعرنا السلبية الإيجابية، الرضا، الحمد، الصدق، كل دي مشاعر المخ بيترجمها توصل لجسمي، تعمل لي حالة من يا تعاسة يا سعادة، لأنه بيفرز هرمونات زي ما انتوا عارفين. في هرمون اسمه الدوبامين، ده هرمون السعادة، بيتفرز من المخ بسبب الأفعال أو بسبب الإحساس. فاحنا مش عايزين نأزم نفسنا ونعقد نفسنا وامسك الفلوس وانا مكشره واقول ده ما هتكفي، لا مش هتكفي، لا. خلي عندك حمد وتوكلي على الله. تمام؟ عشان الاحساس ده يخرج من الدماغ. لما يخرج من الدماغ انت هتتكيفي. هو الاحساس ده هيمنع التكيف، في علم النفس معروفه، بيمنع التكيف مع الفعل اللي هو احساس الاحباط. فاحنا مش عايزين كده، عايزين يبقى عندنا تكيف مع الواقع، تكيف مع رزقنا اللي داخل لنا، رضا وحمد. تاني حاجة، دي أول حاجة، هو كذا حاجة أنا مش هقولهم، أنا هقول اللي يذكرني بربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله حاجات تصلح من ميزانيتنا وتصلح من بيوتنا بأمر الله، بأقل الفلوس بأمر الله. تاني حاجة، الخطة بتاعتك، انت بتبقي حاطة خطة للميزانية وعارفة هتجيبي ايه وهتصرفي ايه وهتعملي ايه. تمام؟ ما يجيش بقى هنيجي نحط بقى ايه المشاركة اللي هي مين؟ الأولاد، أولادك وزوجك. انت عارفة طبعا أولادك وزوجك بيحبوا ياكلوا ايه وبيحبوا تعملي لهم أكلات ايه. تمام كده؟ فما يجيش مثلا تبقي عاملة حسابك على حاجة ويجي ولد مثلا من الولاد يقولك لا أنا مش عايز، عاملة حسابك مثلا تعملي بروتين 3 أيام في الأسبوع بس والباقي عادي. يجي ولد مثلا يقولك لا انا مش عايز، انا عايز اكل فراخ، لا انا عايز اكل لحمه، لا انا مش عايز اكل عدس، لا انا مش عايز اكل، لا. ما ترفضيش، ما ترفضيش. هقول لك ليه. قولي له حاضر هعمل، بس احنا كنا عاملين الميزانيه بتاعتنا ان احنا النهارده هناكل كذا، بس حاضر عشان خاطرك هعمل كذا، بس ايه رأيك بقى بعد كده نشترك مع بعض عشان الميزانية ما تتخرمش مننا، ننظم نفسنا ونشوف هناكل ايه النهاردة، طب انت عاوز ايه بكرة وايه، ونظبط الدنيا مع بعض عشان انت بتساعدني. ما هو الميزانية بتاعت البيت هتساعد، مين هيساعدني فيها غيركم؟ لازم تعملي كده، ما تقوليلوش لا. لا احنا مش هناكل النهارده لحمه، احنا واكلين امبارح.
ما تقوليش الكلمة دي. لازم تخلي اولادك يشتركوا معاكي في ميزانيه واداره البيت. قولي له طب ماشي خلاص، بعد كده بقى تظبط لي الدنيا بقى وتقول لي هناكل ايه ونعمل ايه عشان الميزانيه ما تخربش منها يا حبيبي. تمام، خلاص هعمل لك اللي انت عايزه النهارده. انت كده رضيتيه. اصل بصوا يا جماعه، الميزانيه دي مش عايزين نتكلم على موضوع الميزانيه ان احنا هنحرم اولادنا او النهارده ياكلوا اي حاجه بكره ياكلوا اي حاجه، بطاطس ورز. لا، دي اطفال بتبني جسمها. عشان انا بسمع كلام غريب قوي بجد. لا، الميزان انا ما اكلش اكل عيالي، انا خلاص بنيت جسمي. انا ما اكلش انا وابوهم واعمل لهم هم ياكلوا. مفيش حاجه اسمها اعملي لهم بقى وقضي اليوم، مفيش حاجه اسمها كده. دي اطفال بتبني جسمها، واطفال بتتنشئ نفسيا. ما طلعهمش على الحرمان جواهم حتى لو هم ما قالوليش. طب ما هم ممكن ما يعترضوش وياكلوا ويبقوا مجبرين. طب ليه تعملوا كده؟ الميزانيه مش ان انا احرم عشان احوش اروح اجيب دهب، عشان احوش اروح اجيب بيوت. بنجيبه وبنعمل كل حاجة بس بالراحة وبالطريقة الصح. بلاش التعامل ده في موضوع الميزانية والحاجات اللي بسمعها الغريبة دي. لازم تخلي أولادك يشاركوكي في الميزانية. هو الولد في اللحظة دي هيحبك بقى. انت بتعتمد عليه، بتكبريه. والبنت برضه بتكبريها، تغرزي في قلبها وهو في قلبه روح التعاون وروح المشاركة، وان هو ازاي يبقى مدبر. ما انت كده بتبني اطفال. بصوا يا جماعة، احنا مش بنبني الاطفال في الاكل بس، احنا بنبنيهم نفسيا وعلميا. تمام كده؟ يعني نفسيا علميا اقتصاديا اجتماعيا. انت بتبني طفل من خلال الميزانيه. ما تتكلميش على الميزانيه ان انا فرحانه ان انا طلعت في الشهر ب 150 جنيه حوشته وقضيت عليهم مع ابني في حاجات نفسيه في نفسيته. خلي بالكم يا جماعه، ما تاخدوش موضوع الميزانيه ده اكل وشرب بس. لا، الميزانيه اكل وشرب، قبل الاكل والشرب نفسيه عند الاطفال وعند الكبار. تمام. فلازم تخلي اولادك يشاركوكي فيها بقى. تخليه هو كمان يعرف ازاي يدبر، ازاي يصرف. شوف بقى احنا عملنا ايه النهارده. طب بص، اما عملت لك الاكل اللي انت طلبته، شفت صرفنا قد ايه. لو احنا بقى ما كناش عملناه، كنت حوشت لده، كنت جبت لك مثلا قميص، كنت جبت لك كوتش، كنت جبت لك كذا. انت لازم توظفي كلامك كده مع اولادك. تعرفيهم يعني ايه ميزانية، يعني ايه تدبير، يعني ايه توفير. تمام. برضو البنت برضو نفس النظام، تعرفيها وتعوديها يعني ايه ميزانية، يعني ايه ندبر، يعني ايه نحوش. عشان في بتبقى اطفال يا جماعة بيبصوا الموضوع الاكل والحرمان دوت، بيضغطوه داخلهم. بيتعوض عندهم في الرياكشنات بتاعتهم بقى، رياكشنات غضب، سخط. فده احنا مش عايزين نبني اطفالنا على كده. يا حبيبتي، يا ست البيت الشاطرة الجميلة، تحوش وكل حاجة بس بالراحة على الأولاد. خلي فيه مشاركة انتي وهم وباباهم. يلا هنعمل ايه، هناكل اكل ايه، هنعمل كذا 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 الاسبوع ده. حد عنده اعتراض؟ ايه رأيكم، ازود ولا اقلل؟ انتي هتعملي الميزانية وهتختصري بس بذكاء. ان انتي ما تضغطيش على الاطفال، ما تضغطيش على الولاد. تمام. دي الحاجة اللي انا كنت عايزة اكلمكم فيها النهاردة قوي قوي في موضوع الميزانية ده. وبعدين في حاجات كتيرة بقى ممكن تعمليها توفر لك زي ما احنا اتفقنا قبل كده. في حاجات كتيرة ممكن تجيبها من اول الشهر تنجز معاكي طول الشهر. يعني احنا قلنا الميزانية، وقلنا ازاي بنوفرها وازاي بنعملها وازاي بنقسمها في اظرف، وازاي المدخرات وازاي العطاءات وازاي الصدقات. وكل الحاجات دي الناس كلها عرفتها والناس كلها ماشية عليها، وان شاء الله كل بيوتكم مليانة خير. بس يا جماعة ناخد بالنا من الميزانية والماديات واحنا بنربي اولادنا، علشان يطلعوا اولاد اسوياء ويطلعوا يديروا بيوت. ما انت لما تعرفي ابنك وتعرفي بنتك انت بتعملي كده ليه. لا، ده بقى ده المغزى بقى. يعني عايزاكي تعرفيهم انت بتحوشي كده ليه، او بتختصري كده ليه، او مش بناكل لحمه وفراخ وسمك طول الشهر ليه. لازم تعرفيهم المغزى. منه هم هيشاركوكي ومنه هيتعلموا. تعلميهم التدبير، تعلميهم عدم التبذير، تعلميهم ازاي يصرفوا في الاولويات. البنات الحلوة الجميلة اللي هي
خلصت وبتشتغل مثلا، عندك بنوته مثلا اشتغلت وبتقبض مثلا، ولقيتيها بقى بهدلت القبض بتاعها وصرفت، تعرفيها ازاي، بنود الصرف ايه، هتقبضي مرتبك تاني، هي ظرف للمواصلات، ظرف للاكل والشرب بتاعك في الشغل، فلوس هتجيبي بيها حاجه، تشتري كذا حاجه او اتنين بس في الشهر عشان ما تصرفيش مصروفك، بند تاني للفسح لو خارجه مع اصحابك ولا حاجه وهتروحوا تاكلوا بره او حاجه، وخلي مواصلاتك لوحدها في ظرف عشان تفضل معاكي طول الشهر. تعرفي ولادك كده، ما تعمليش بقى الميزانيه لوحدك، لا اشركي اولادك معاكي، وبالتالي ان شاء الله باذن الله هتلاقي بيتك بيمشي جميل، لا فيه عقد نفسيه ولا فيه اطفال مضغوطه ولا في اي حاجه، وان شاء الله ربنا يكرمكم وميزانيتكم هتبقى ماشيه كلها على خير، وبيوتكم كلها مليانه خير. بس هو انا الكلمه اللي انا كنت عايزه اقولها لكم النهارده يا جماعه هي نخلي بالنا من اولادنا ومن بيتنا، ونخلي الميزانيه دي شركه بين البيت كله، ما تبقاش مقصوره على الام لوحدها. ليه؟ هقول لك ليه برضو، لان بتبقى ضغط جامد برضو عليكي. لكن لما بتبقي شاركه جوزك واولادك معاكي، انا كل النهارده هنعمل ايه النهارده، ايه رايكم نجيب كذا وما نجيبش ما نجيبش كذا، لو جبنا ده هيصرف كتير، لا نجيب كذا. برضو ده بيخلي الام يعني في عندها نفس، ما تبقاش هي مكبوسه ومضغوطه وعماله بقى تجيب من هنا وتقصر من هنا وتوصل من هنا. لا، برضو لما بتبقى في مشاركه بتخف شويه، ما خاب من استشار، زي ما الرسول قال لنا عليه الصلاه والسلام. ويا رب الفيديو يكون عجبه، الكلمتين دول ما حدش يزعل مني يا جماعه، بس والله انا يعني بقولهم المصلحه، لان احنا ولادنا دولت هم الجيل اللي طالع، يعني جيلنا اللي طالع ولادنا ما بحبش يطلعوا مضغوطين ولا متعقدين من حاجة، ولا نفسيتهم شايلة من حاجة، ولا باصين للدنيا بنظرة سخط. لا، عايزين نخلي عينيهم مليانة، عندهم تفاؤل، فرحانين ان هم بيكبروا ومعاهم بسم الله ما شاء الله مامتهم وباباهم وعاملين لهم كل حاجة. فدي اهم حاجة، نفسية الاطفال. خليش المادة تطغي علينا في حياتنا الاجتماعية. ان شاء الله بإذن الله ربنا يرزقكم برزقهم ويرزقكم من واسع فضله. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يملى بيوتكم كلها خير. يلا اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. تنسونيش بقى من دعواتكم الجميلة ولايك للفيديو لعل حد يستفيد، واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.